اشخاص او جزء منهم المتورطين مباشره في الموضوع هذا في اصله هما زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريه السابق، التيجاني الحداد وزير السياحه انذاك، رضا قريره وزير املاك الدوله انذاك، وبلديه المرسى في شخص محمد كمال الصالحي رئيس البلديه، وكامل اعضاء اللجنه الفنيه المختصه في اسناد رخص البناء، وكذلك محمد معالي مدير الوكاله العقاريه السياحيه انذاك، ومحمد رؤوف الجمني مدير الديوان الوطني للسياحه انذاك، وفي اشخاص الشركه العقاريه والسياحيه مارينا جابرت اللي هما العزيز ميلاد، مرحوم عزيز ميلاد، والآن ابنه كريم ميلاد، وهو المدير العام الآن للشركة، السيد سليم شيبو، وأسهمه مصادرة، وشركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية، وشركة فيكتور نظيم آغا، الاسم تركي ولكن جنسية الشركة قطرية. هذم الأشخاص المورطين مباشرة في وقت الدوسي هذا، لكن التواطؤ من بعد بالصمت وبالتغطية يهم كل وزراء السياحة اللي تعاقبوا، كل مديرين العامين للوكالة العقارية السياحية، كل مديرين الديوان الوطني للسياحة، وكذلك كل رؤساء بلدية المرسى والنيابات الخصوصية المتعاقبة، كلهم مورطين بالتواطؤ. ووزارة التجهيز يتعلق بمشروع بعث عقاري تم بناؤه على أرض أسندت بثمن رمزي لصالح الشركة، أرض على ملك الدولة العام تم إخراجها بمقتضى أمر رئاسي، وعلى ملك الشركة الوكالة العقارية للسكنة تم بيع الأرض بثمن 40 دينار في منطقة ثمن العقارات فيها وثمن الأراضي يفوق 1000 دينار في سنة 2007. خسائر الدولة في القضية هذه الثابت منها أنها تجاوزت ال 200 مليون دينار صافي، بخلاف الامتيازات اللي تحصلت عليها الشركة هذه، سواء امتيازات جبائية أو امتيازات ديوانية أو امتيازات متعلقة بالTVA اللي استعملتها في بناء الميناء على مساحة لا تفوت 2 هكتارات، في حين أن الأرض المسندة هي 21 هكتار في أغلى وأجمل مناطق تونس، وتم استعمال الامتيازات الجبائية التي تقدر بعشرات المليارات من أجل بناء مشروع بعث عقاري بيعت فيه فيلات ضخمة وفخمة بملايين الدينارات. القضية هذه تهم عدد كبير من الموظفين، عدد كبير من أشباه الموظفين ورجال الأعمال، انطلاقا من بلدية المرسى لوزراء السياحة المتعاقبين، لمديري ديوان السياحة المتعاقبين، لمديري الوكالة العقارية السياحية المتعاقبين، وزراء التجهيز المتعاقبين، لبلديات المرسى المتعاقبة والنيابات الخصوصية، كلها لم تحرك ساكنا. العقود التي تم إسنادها للمشترين هي عقود مزورة من طرف محامين زوروا المعلومات وزوروا المعطيات وأوهموا المشترين بوجود تراخيص غير موجودة أصلا، والناس اللي تسكن توا تسكن من 2009 بوعود بيع وليس بعقود بيع، لأن الشركة لم تستطع إلى حد الآن أن تستخرج عقود بيع. الآن في محاولات يعني محمومة من أجل تدارك الوضعية من طرف كل الأجهزة الإدارية والأجهزة الحكومية في عملية تهريب لأموال ديجا تمت منذ 2014، لأنه حتى قبل ختم المشروع وختم الحسابات بتاع المشروع تم توزيع أكثر من 80 مليار على الشركاء اللي هما كريم ميلاد أولا،
بنسبة 25%. ثانيا سليم شيبو بنسبة 25% أملاك مصادرة، و50% لشركتين قطريتين، هي شركة الماجدة القطرية وشركة آغا القطرية أيضا، اللي خرجت أموالها من البلاد التونسية منذ 2014. يعني أن القضية هذه امتدت من 2007 إلى يوم الناس هذا، حكومات متعاقبة، فساد متعاقب قبل الثورة، أثناء الثورة، وبعد الثورة إلى يوم الناس هذا. هذا الكل حبينا احنا نعطيه كعينة عن قضية فساد ضخمة تكبدت فيها الدولة مئات المليارات من الخسائر، وتشمل رجال أعمال، موظفين وأشباه موظفين، كل الحقائق التي يريد مشروع رئيس الجمهورية للمصالحة التغطية عليها وطمسها وإعطائهم عفو على كل هذه الجرائم وما يمكن أن تخسره الدولة. مطالبنا كمنظمات مجتمع مدني أن الدولة أولا تستعيد رزقها وأموالها وأموال الشعب، لأنه بمقتضى عقود البيع إذا تم استعمال هذا العقار المباع بثمن رمزي لغاية غير بناء المرفق العام، أي لغايات ربحية وعقارية، فإنه من حق وواجب الوكالة العقارية السياحية أن تسترجع الأرض وتسترجع الملكية بما فيها، ثم أن تسوي وضعية الناس اللي قاعدين اللي شراوا بالمليارات الديار في المنطقة هذيك، نستعيد أموال الشعب ونحاسب المسؤولين. ثم هناك الجانب الجزائي، لأنه فما تزوير وثائق، لأنه فما تواطؤ، لأنه فما تراخيص غير شرعية. أول يعني حاجة مريبة أنه بلدية المرسى تسند رخصة بناء على أرض غير محددة، لأنه لما أسندت رخصة البناء أعطتها قبل عام و8 أشهر من شراء الأرض، يعني خذت الرخصة وهي ما عندهاش الأرض، وعقد البيع تم إبرامه سنة و8 أشهر فيما بعد. وكان العقارية السياحية تسند ترخيص بالاستثمار قبل أن تشتري الشركة العقار، الديوان الوطني للسياحة يسند ترخيص قبل أن تشتري الأرض، الشركة الأرض بعام و7 أشهر. هذا كله ملفات فساد، ملفات تواطؤ. هي عينه كما نسميوها بالفرنساويه سي لا بارتي ايميرجونت دو لايسبرغ. احنا حبينا ناخذوها عينه باش نبينوا شنو الملفات بالضبط، عينه توضح كونكريتمون شنو هي الملفات اللي يحبوا طمسها وتغطيه الحقيقه عليها. الدوسي هذا قدمتوه لهيئه الحقيقه والهيئه مش يقع تقديمه اليوم. جات هيئه الحقيقه والكرامه وخذاو نسخه من الملف، مش نقدموه للقضاء. فما اجزاء منه ديجا فما قضايا فيها، لكن قضايا جزئيه، مش نقدموا قضيه اجماليه من اجل ان القطب القضائي المالي يفتح تحقيق شامل، وان الوزارات والمؤسسات الدوله والادارات تتحرك قبل كل شيء من اجل ان توقف اخراج الاموال من خارج تونس. وثانيا خاطر الناس هذوما دفعت بالدينار والاموال قاعده تخرج بالدوفيز للشركات القطريه، مرابيح القطريين والاتراك خارجه بالدوفيز، وهذا ما هو الا جزء، لانه مش يتم توزيع قريبا جزء اخر من الارباح سيتم تهريبها خارج ارض الوطن. بالتالي فما اجراءات قضائيه، اجراءات امام هيئه الحقيقه والكرامه، واللي نطالبوها ايضا هي ان تفتح ملف الصلح اللي تم ابرامه وملفات الصلح اللي تم ابرامه، ان تنشرها، لانه نحب نعرفوا بالضبط على ماذا مش تسامح وعلى ماذا مش تتصالح. لانه اذا كان الملفات المثل هذه مش موجوده في محاضر الصلح، فانه يعني انه ايضا هيئه الحقيقه والكرامه ماشي قاعده تقوم بعملها بشكل جيد. نطالبوا بالشفافيه الكامله في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع. علاش ما قدمتوش لهيئه مكافحه؟ بكل صراحه الى حد يعني الايام القليله الفارطه ما عندناش ثقه في شفنا ملفات اخرى كمان هكا، وشنو كان مصيرها، وكان مصيرها هو ادرج القضاة وادرج الهيئات وما تحرك عليها حتى حد. اول شيء قمنا به هو اختار الراي العام، لان نعرف ان تونس اليوم تتحرك بضغط الراي العام، وان الملفات هذه تتحرك بضغط الراي العام. نحركوا الراي العام ونحيل الملفات على القضاء، ونحن متاكدين انه تحت رقابه الاعلام وتحت رقابه الراي العام ما ينجموش يتلاعبوا اكثر بالموضوع هذا.